السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير. اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. ربنا يوسع علينا جميعا ويوسع على كل حبايبي يا رب بالخير والرفاء كده، ويملى كل بيوتنا خير وبركة، اللهم امين. ان شاء الله النهارده هنعمل اكل حلو قوي بحاجة بسيطة جدا. نص كيلو كبدة، وكبدة كمان ايه يعني مجمدة. تقدري تستبدليها بزبدة بلد كبدة بلدي أو كبدة مجمدة بربع كيلو، نص كيلو، كيلو، على حسب أفراد أسرتك. معلقة حلوة كبيرة كده من السمنة البلدي، وشوية من الزيت قد نص كوباية كده من الزيت. وهنزل عليهم بكيلو من لسان العصفور. لسان العصفور أنواع، وفي نوع حلو قوي جدا كمان بيتباع سايب. هاقول لِك عليه دلوقتي إن أنتِ تعمليه ما ينشّيش معاكِ ولا يعجِّن معاكِ. بيبقى صغنّن كده عامل زي الرز البسمتي، مش الطويل اللي عامل زي لسان العصفور اللي هو مُدبّب وطويل شوية ورفيّع كده، لأ ده صغنّن أوي، عامل زي الرز البسمتي، ودي بيدّيكِ نتيجة حلوة أوي. نتابع بقى مع بعض الفيديو للأخير كده، وما ننساش نحُط اللايك بتاعنا، لايك للفيديو يا حبايبنا عشان اللايكات قليّلة جدًا. حطيت بقى لسان العصفور في حلة، ويستحسن تكون من الألمونيوم كده، الألمونيوم بيسوّي حلو أوي سواء الرز أو المحشي أو لسان العصفور لمّا تيجي تحمّري فيه حاجة. حطيت الزيت والسمنة وحطيت لسان العصفور، وهتبتدي إن أنتِ بقى تحمّري فيه، النار تبقى متوسطة ما تبقاش عالية، عشان ما ياخدش من جنب أحمر أوي، والجنب التاني يكون لسه إيه، ما اتحمّرش. لازم تبقي جنبه وتقلّبي كويس جدًا. وأنا جنبه بقى دلوقتي وباقلّب كويس جدًا، رُحت بقى كده علشان إيه، أتبّل الكبدة بتاعتي، وأنا برضه إيديّا فيه باقلّب باستمرار. جِبت بولة كده عميقة، وحطيت فيها نُص معلقة صغيرة من الكمون، نُص معلقة صغيرة من البهارات ال7. حطيت كمون والبهارات ال7، حطيت رشة صغيرة من الكاري، وهابتدي بقى إن أنا إيه، أضبّط بقى التتبيلة بتاعتي. الروح بتاع الكبدة إيه، روح الكبدة التوم. كمان ما تنسيش الكزبرة، التوم يبقى لازم كزبرة، يبقى حطينا بهارات، كزبرة، كمون. وابتدي انزل بقى ايه معلقه صغيره كده او معلقه ايه, إيه ده احنا حطينا معلقه مليانه من الهريسه. دي هريسه خضراء، تقدري تحطي هريسه حمراء. الهريسه دي عباره عن ايه يا نجلاء؟ عباره عن فلفل رومي بارد، فلفل حامي اللي هو الطويل ده، وحطيت معاه ليمونه بقشرها، حطيت معاها راس توم طبعا بتاع حوالي كيلو من الفلفل عليه راس توم، وحطيت كيسين 2 من الملح، وضربت كله في الكبه. وبعبيها في البرطمان بقى، بشتغل بيها اي حاجه ببتدي ان انا اخد منها. بس خلّي بالِك بقى لإن هي فيها ملح، لمّا تيجي تاخدي منها تبقي تحطّي الملح بحرص عشان الحاجة ما تطلعش معاكِ حادقة. هابتدي بقى إن أنا إيه، أقلِّب بقى التتبيلة دي كلّها مع بعضها، وما ننساش الليمون، عصير ليمونتين كده. وده النُص كيلو الكبدة اللي إحنا جايبينها متقطّعة جاهزة، وتجيبيها من مكان موثوق منّه، لإن اليومين دول الحاجة يعني الله المستعان مغشوشة، يعني قليل لمّا تلاقي لمّا رحم ربي تلاقي عنده حاجة كويسة مش مغشوشة. حطيت بقى معلقة من الخل وعصير ليمونتين والتتبيلة، وابتدي إن أنا أقلّبها. طب أنا هاروح أغسل الكبدة؟ لأ بصراحة إحنا ما بنغسلش الكبدة. في ناس بتحب تغسلها، وفي ناس بتغسلها باللبن. تقدري تحطي فيها لبن، تقدري تحطي فيها سيفن أب اللي هو الصودا اللي إحنا بنشربها دي، اللي هي الصودا البيضا، تقدري تحطي منها إيه نُص كوباية كده والّا حاجة. وحطيتها على جنب وغطيتها كده وسِبتها إيه في التلاجة تتشمّع معايا. أدا بقى لسان العصفور خَد لون منّي جميل زي ما حضراتكم شايفين كده. هنعمل طاجن بقى، بس هنعمله في الحلة من غير ما ندخّله الفرن. وطول ما إحنا شغالين نعمل إيه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حطيت بقى بصلاية مقطعاها ناعم اتشوحت معايا. بعد ما خد مني إيه، بعد ما اداني اللون الجميل، حمريه قوي ما تحرقهوش، لا بس حمريه خليه يديكي لون جميل. حطيت بقى البهارات بتاعتي، كزبرة، كمون، بهارات، البهارات ال7 اللي هي بهارات اللحمة. حطيت كمان رشة صغيرة من معلقة كبيرة من الصلصة. حطيت يعني المهم التوابل اللي انتي بتحبيها، فلفل اسود. وحطيت كمان قرن فلفل كده حامي، خدت منه نصه وقطعته طرنشات. وقلبي وشوحي بقى، ما تحطيش المية دلوقتي خالص او الشوربة دلوقتي خالص. عندك مكعب مرق تقدري تحطي مكعب او 2. التشويحة دي بقى اللهم بارك بقى بتديكي ايه، ريحة حلوة قوي. اقدر اعمله بديل الرز يا جماعة. يعني لسان العصفور ده بديل الرز ومشبع، بيشبع يعني كيلو من اللسان العصفور ده يأكل ما شاء الله 10 أفراد. أكلتهم حلوة يعني، إنما لو أكلة ضعيفة ممكن 12 فرد أو حاجة.
ونقلب كويس جدا بقى، وننزل بالشوربة أو المية اللي موجودة عندك، وقلبي بقى. لسان العصفور بياخد ايه شوية كده عن الرز. يعني ايه شوية عن الرز؟ يعني كوباية الرز المصري بتاخد منك كوباية من المية، لا ده هياخد منك كوباية وربع. يبقى لسان العصفور هياخد منك كوباية وربع من المية، وقلبي بقى ودوقي الحدق بتاعه. لو محتاج ملح او حاجة تبتدي ان انت ايه تحطي له بطريقة حلوة جدا. وبصي تقدري تحطي مع لسان العصفور شعرية، تخلطي يعني مثلا كيلو لسان عصفور على نص شعرية، يعمل لك ما شاء الله حلة كبيرة. تقدري تعمليه في العزومات في الافراح مع شوية مكسرات كده على الوش، مثلا إيه صفين من الكبدة كده بعد ما تشوحيها. يعني ما شاء الله هيغنيكي عن الرز اللي بالخلطة بتاع الايه الافراح والمناسبات. بعد ما حطيت المية غطيت الحلة بقى تاخد وتدي مع بعضها، وجبت بقى كده ايه الطاسة بتاعتي او صينية. انت لو انت يعني ما انتش اول مرة تعملي الكبدة، اعمليها في حاجة واسعة، جيبي صينية واسعة شوية كده وابتدي ان انت تعملي الكبده. ليه بقى؟ عشان الكبده لو سردت ميه معاكي هتحسي ان هي زفره. لو الكبده سردت ميتها هتحسي ان هي زفره. بسيب بقى الزيت ولو معاه معلقه سمنه، وبصي بقى ما تقلبيش كده زي ما انا عامله كده اهو، بس بزحزحها كده بالمعلقه وبسيبها بقى تاخد صدمه وطشه. وبعد كده بقوم جايه ايه مقلباها، يعني مش هقلبها إلا لما تاخد مني طشه من تحت او صدمه من تحت وتيجي تغير لونها. ما حطيتيش ليه انا جلاء الكبده كلها احطها على مرتين علشان ما تسرطش معايا. طب لو انا عايزه احطها على مره واحده، احطها تجيب صينيه كبيره شويه واسعه شويه وتبتدي ان انت تعملي فيها الكبده. خلاص ادتني بقى اللون زي ما حضراتكم شايفين كده، خلاص اهو. هبتدي ان انا ايه ازحزحها شويه. يعني ايه ازحزحها؟ هجيب بقى الكبده تاخرها شويه كده، بصي اهو، واسيبها بقى ايه الزيت يسخن تاني معايا. حته سمنه على حبه زيت زي ما انتم شايفين كده. لا حطيت توم ولا حطيت اي حاجه، انا استكفيت بالثوم اللي محطوط معايا في قلب الايه الكبده. غيرت بقى وادتني اللون الجميل في نفس الوقت ما غمقتش معايا. ليه الكبده ما غمقتش يا جماعه؟ لاننا ما حطيناش فلفل اسود. الفلفل الاسود بيسود لك الكبده، ما بيخليش لونها فاتح زي ما انت شايف. الكمون اولا بيخلي لونها فاتح، بيخلي ريحتها حلوه، بيضيع ريحه الزفاره نهائي. وزي ما انتم شايفين كده اهي بضير بقى الصينيه من غير ما اقلب ولا جيت يمتها. ومش هقلب خالص دلوقتي الا لما تشك تاخد مني صدمه وتبقى كلها لون واحد. بصي بقى ابتديت ان انا اقلب دلوقتي. نزلت ميه؟ ما نزلتش ميه خالص. بصي اهو زي الفل ما فيهاش اي حاجه. طب انا عايزه اضاعف بقى الكميه بتاعت الكبده شويه. هتحطي فيها ايه بقى؟ حطيت بقى 3 بصلات كبار. عايزين نعمل بقى ايه, طاجن حلو كده من النص كيلو بتاع الكبده. نص كيلو ب60 جنيه، واحنا عايزين نعمل مثلا ايه اكل يكفي مثلا 10 افراد وزياده. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ حطيت 3 بصلات كبار قد نص كيلو من البصل مقطعه صغير، ما قطعتوش جوانح. حابه تحطي جوانح تقطعيه طرنشات ماشي. وابتدي اقلب بقى الميه اللي تنزل من البصل هتسوي معايا الكبده. كمان نص كيلو من البطاطس المكعبات تقدري تقليها، وبعد ما تقليها تضيفيها على الكبده او تحطيها نيه زي ما انا ايه حطيت كده. وخلي بالك بقى لو هي هتحتاج منك نص كوبايه كده او ربع كوبايه من الميه المغليه تقدري تحطي لها عشان ايه الخضار بتاعك يستوى فيه. وهدي عليها النار بقى. حطيت رشة من الملح وطلعت معايا حادقة شوية، فعلشان انا كنت حاطة هريسة، فعشان كده انا بقولك ما تحطيش ملح الا لما تدوقي وشوفها تاخد ملح منك قد ايه الحدق بتاعها. خلصت بقى زي ما حضراتكم شايفين كده. هروح بقى احط لها بقى قرن فلفل حامي، إيه مثلا كام طرنش كده من الفلفل الاخضر البارد. بلاش حامي بقى عشان احنا حاطين حامي قبل كده، وحاطين إيه اللي هي الهريسة معاه. وجبة اقتصادية سهلة جدا وبسيطة وموفرة. تقدري تعمليها لو عندك عزومة في رمضان، لو جايلك ضيوف، حاجة حلوة مش وحشة. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. اقدر اعمل جنبها بقى شوية سلطة خضراء، شوية مخللات، وبألف هنا وشفا. شوفوا بقى كده خلاص ختم معايا زيه زي الرز اهو. تبتدي ان انت ايه تقلبيه شوية كده من الجناب. طيب لو حسيتي ان هو نشف تحت من الارضية، وهدي عليه النار بقى خالص. لو نشف معاكي من الارضية ونشف معاكي من الجناب، هتعملي فيه ايه؟ معلقتين 3 من الميه في الجناب بتاعه الحله. معلقتين 3 في ميه من الجناب بتاع الحله، وغطيها بقى. ممكن تفتحي كيس كمان من اكياس الفريزر وتبتدي ان انت ايه تعمليه اكياس الفريزر، وتبتدي انت ايه تغطي عليها وتوطي عليها النار لغايه ما تستوي معاكي خالص. هنروح نعمل بقى شوية من سلطة الطحينة. دي معلقة كده مليانة من الطحينة اللي احنا كنا عاملينها في البيت. طيب يا نجلاء ده الطحينة بتفصل معايا، مش مشكلة لو فصلت. هي بتفصل ليه؟ لأن الزيت خفيف.
دي قانون الكثافة يا جماعة، الزيت خفيف فبيطفو على الوش، بيطلع على الوش. فخدت بقى منه إيه، حتى لو الزيت بيبقى متنكه بالطحينة مش هيترمي ولا حاجة، توضّبي بقى به الفول يعني زي زيت الحار كده، زيت منكه بالسمسم بالطحينة، فبيبقى حلو برضه ما فيش حاجة منه بتترمي. خدت معلقة الطحينة أهي من اللي إحنا عاملينها مع بعض، وأهم حاجة عشان تربط معاكِ وتبقى حلوة معاكِ، لازم المَيّة اللي أنتِ شغّالة بيها تبقى مغلية، اغليها، خلّيها مغلية أوي. بُصّي بقى كده أهي بتقلّبي، كل أمّا أحُط مَيّة مغلية أهو وأقلّب باحس إن هي بتجمد معايا، أهي تجمد، تجمد، تجمد. المعلقة عملت لِك إيه، ملو البولة ده. البولة دي كبيرة يا جماعة ما شاء الله، كبيرة، كبيرة يعني، هتعمل لِك ما شاء الله ملو البولة دي، كل أمّا أحُط شوية بشوية هتبُصّي هتلاقيها إيه، تقلت معايا. حطيت بقى شوية ملح متبهّر ورشّة من الكمون ورشّة من الشطة، ما حطيتش حاجة تانية. حطيت بقى نُص معلقة صغيّرة، يعني إيه، قد فَص من التوم، وده اختياري، لو مش بتحبّوا ريحة التوم في سلطة الطحينة ما تحطّوهوش. شوفي بقى معلقة الخل، شُفتِ ربطت سلطة الطحينة معاكِ، شايفة تُقل إيه وتخن إيه. طبعًا أنا مش عايزاها تقيلة كده ولا عايزاها تخينة كده، فهي أنا هارجع أحط لها تاني إيه، هاحط لها تاني شوية مَيّة إيه، سخنين. قلّبي بقى كده، طبعًا النكهة حلوة أوي بتاعة الخل مع التوم، دول شوية زيت أهُم من بتاع الطحينة، هنقلّب كلّه مع بعضه. وحبيت بقى إن أنا إيه، لو حاباها تمام كده تمام، عايزة تزوّدي لها شوية مَيّة سخنين كمان، زوّدي لها شوية مَيّة سخنين. وبألف هنا وشفا على قلبكم، شوية ملح متبهّر، أدي مَيّة سخنة أهي. ونقلّب بقى، طبعًا المَيّة السخنة مغلية، ما تحطّيش مَيّة كده يا دوب دِفَت وتعملي تقولي لأ ده الطحينة بايظة، لأ والله، هي دي الطحينة اللي إحنا إيه، عاملينها مع بعض في البيت زي الفل. وخلّصت بقى كده، وطبعًا وهي سخنة جدًا هاسيبيها لمّا تبرد هتتقل كمان، هتفضّيها بقى في البولات. وده خلاص الكبدة بتاعتي استوت ما شاء الله. لايك بقى، ما تنسوش اللايك، حطّوا اللايك يا حبايبنا. نزّلت الكبدة بقى اللهم صل على النبي مستوية جميلة وما فيهاش مَيّة ولا أي حاجة. لو حابة أنتِ فيها صوص خفيف تقدري تزوّدي لها نُص كوباية مَيّة مغلية. هاحط بقى عليها شوية من البقدونس أو الكزبرة، أكسر الطبق بتاعي كده. كل سنة وأنتم طيبين يا رب. أكلة حلوة أهي في رمضان توفّر عليكِ من نُص كيلو كبدة، ربع كيلو كبدة، تقدري تعملي اللهم بارك حبّة حلوين يعني. طب أنا لو عايزة أعمل كمية كبيرة تقدري تعملي كمية كبيرة، أقدر أعمل كيلو من الكبدة، 2 كيلو من لسان العصفور، وأطلّع منهم كمان وجبات يعني على قد الإيد برضه. وربنا يا رب يملى بيتي وبيتكم خير وبركة، قولوا آمين. وده لسان العصفور بسم الله ما شاء الله أهو، أبتدي بقى إن أنا أغرفه. شايفة شكله إيه؟ هو مش محروق يا جماعة ولا حاجة، هو لونه جميل، الكاميرا اللي ظالماه. ده لسان العصفور اللي بيتعمل معانا في العزومات والأفراح، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. اغرفي بقى كده، هيغرف معايا قد إيه، ده طبق كبير يا جماعة، الطبق ده 30 سنتي في 30 سنتي ما شاء الله كبير. في طبق كمان هاملة طبقين 2 زي العدالي اللي كنا بنغرف فيها المحشي والرز زمان كده، هاغرف طبقين 2 من الكبار دول. وهيتبقى كمان معايا نُص الحلة، يعني نُص الحلة كمان. ما تقوليش هُم دول يا نجلاء الكيلو، لأ، أنتم عارفين إن المكرونة ولسان العصفور والحاجات دي كل ما بتسقيها مَيّة كل ما بترمي معاكِ وتشرب معاكِ. عايزينه مفرفر مش عايزينه معجن، تابعوا الخطوات بالضبط، تابعوا الفيديو كده للآخر، وشوفي كل ترِكّة اتعملت عشان يطلع معاكِ لسان العصفور مفرفر، والكبدة تطلع معاكِ اللهم بارك فاتحة، وفي نفس الوقت تطلع معاكِ مش زفرة ولونها جميل، وتوفّر معاكِ كتير. شوفوا بقى كده حاجة بسم الله ما شاء الله، شوية من البقدونس كده أو شريحتين من الليمون، شريحتين من الجزر. أهم حاجة من الأكل إن أنتِ تضبّطي الأكل، ما يبقاش الطبق مثلًا كده ملطّش، ملحوس، تحسّي إن الحاجة طالعة شمال، طالعة يمين. لازم نساوي كل حاجة كده الحاجة معانا. شوية من البتنجان المقلي، عاملة بتنجان مقلي وعاملة له دقة، كمان عاملة شوية سلطة خضرا، كمان عاملة اللهم صل على النبي مع بعض اللي هم سلطة الطحينة، تحطيها بقى في طواجن الفخار كده، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. إيه رأيكم بقى، سفرة كده تستاهل بُقُّكم وتفضّلوا معانا. اعملوا مش بغلو الحاجة، مش بالإمكانيات الكتير، لأ، بأقل التكاليف تقدري تفرّحي ولادِك، تقدري تعملي سفرة حلوة وتعزمي حبايبِك وتملي بيتِك خير وبركة، اللهم آمين. بسم الله ما شاء الله، كمان جبنا الكبدة، إيه ده، إيه الجمال والحلاوة دي! يستاهلش لايك بقى للسفرة الجميلة بتاعتنا دي، اتكلفت إيه، 20 لسان العصفور كلفت معانا 60، الكبدة 80 جنيه. شوفي بقى 80 جنيه كمية بسم الله ما شاء الله. وده كمان التمر هندي اللي إحنا عاملينه مع بعض في البيت. كل سنة وأنتم بألف خير يا رب. ربنا يا رب يملى بيوتكم خير وسعادة ورضا، ورضا من عند الرحمن كده وبركة.